تدري منو انت ارجنتين، برازيل، فرنسا، منو انت؟ منتخب المغرب اللي محقق رابع العالم وبطل العالم للشباب، بطل كاس العرب، واسماء ونجوم، كل تواضع. هذا الملعبيه ديال الاردن يعني ماشي اخلاقي بالطريقه هذه اللي داروها قدام السكيتيوي، انهم ما سلموش عليه، يعني ماشي طريقه احترافيه، وخاصهم شي مدرب اخلاق اللي يعلمهم الاخلاق وهادشي هذايا. بزاف عليهم الاخر. شوف الناس فين واصلين العالميه، وما كيقللوش من الخصم، وما عمرو هضروا. اصلا المنتخب ديالنا ما عمر هضر كاع من بدات المباراه، ما عمر هضر قالوا هاتوا المغرب، هاتوا الاردن، لا هاتوا السعوديه، لا هاتوا، وهكذاك فهمتي، متواضعين كدايا، والنتيجه فين وصلت؟ داو كاس العالم واقفين ومسوي لكم ممر شرفي يا منتخب الصدفه، تجون ما تسلمون عليهم. لا 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 لا, لا. تصرف غير سليم من لاعبين المنتخب الأردني. مدرب المنتخب المغربي حاول يحييهم، تجاهلوه بشكل غريب. مو هاي أخلاقنا ولا هاي أخلاقكم يا أهل الأردن، نعرفكم شنو. بعدين يزيد أبو ليلى بالمباراة الماضية هو اللي انتقد الكبرياء وانتقد سالم الدوسري ويقول ما سلم علينا زين. لا لا لا، مو صحيح. أنت خسرت، بس خسرت مرفوع الرأس، خسرت بشرف. هذا التصرف غير مقبول. سمحوا لي على توقيف الفيديو. هذا اللي عجبني، النقطه اللي عجبتني هي ان الجماهير كامله ناط شفت اللقطه هذه وناط باش تهضر على القضيه ديال عدم مصافحه المدرب المغربي سكيتيو. نتابعوا. النهائي نتاع كأس العرب اللي هزته المغرب، ما شاء الله مبروك عليها، سكور 3-2، وليكيبات الزوز عملوا ماتش كبير على الاخر. اللي انا ما فهمتوش هذا شنو صراحه، هذا اللي تشوفوا فيه، هذا شو اسمه هذا؟ راجل اكبر منك عمر، واكبر منك قدر، واكبر منك كارير. سكتيوي هذاك الانترينور تاع منتخب المغرب يمد يده باش يسلم عليك، تحقروه. ملايين عباد تتفرج في العالم، تحقروه. انت شكونك انت كرويا، كورة انت شكون؟ انت البرازيل؟ انت المانيا؟ ايطاليا؟ يمدوا يديهم هذوما ويسلموا على الرجال. انت شكونك؟ من شنو مصدوم؟ سامح. المغرب كوب دي موند في الصغار هزتها، المغرب دومي فينال كوب دي موند في الكبار والشعره لا هزتها. من شنو مصدوم؟ سامح. الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، والتواضع جميل. من تواضع حقيقة، من تواضع لله رفعه. إخلاص في العمل أكيد أن ربك يوفق. هذه أكثر لقطة محزنة ومستفزة في نفس الوقت، وتبين قلة الاحترام من لاعبين الأردن تجاه مدرب المغرب. مدرب المغرب مد يده لمصافحة لاعبين الأردن، مواساة لهم، إلى أنهم ما ردوا المصافحة، بل تجاهلوا المدرب وراحوا لمنصة تتويج. المصيبة والكارثة مو هنا، المصيبة والكارثة حارس الأردن أبو ليلى قبل 3 أيام أو يومين مع سالم الدوسري كابتن السعودية طلع وقال رسالتي لسالم الدوسري: أتمنى التواضع، أنت لاعب كبير. قبل المباراة لم يسلم علينا بشكل جيد، وحقيقة استغربنا جميعا ما قام به. أتمنى منه أن يتعلم من ياسر قحطاني. طب أنت لاعبين منتخبك كلهم ما ردوا المصافحة على مدرب المغرب، هذه قلة احترام. ما ودي أكثر صراحة، لأن موقف صراحة مستفز جدا للأمانة. المبادئ ما تتبدل حسب النتيجة. كابتن سالم، يعني بتمنى منك انك تتواضع اكثر من هيك. يعني كان يسلم علينا يعني استغربنا منه. لما تعاتب لاعب كبير بعدم المصافحة وتتكلم عن الاحترام والروح الرياضية، هذا عتب مفهوم. لكن لما نشوف لقطة ثانية فيها عدم مصافحتك للمدرب بعد مباراة كبيرة قدمتها، يصير العتب أكبر، مو على الأشخاص، على المبدأ نفسه. الأردني معروف بنشامته وما يفرق بين فوز وخسارة، لأن الاحترام عنده ثابت. الرسالة الأخيرة اللي نطالب في غيرنا لازم نكون أول ناس نطبقه. هذا عتب من محب، لأن صورة النشامة أكبر من كل لقطة. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير. أنا مقدرة حزن
يعني الشعب الأردني، لأنه فعليا حتى لو أنت ما تفهمش سبحان الله في الكرة، ما تفهمش في هذه الأشياء، يوجع قلبك. لكن شو تعلمت صراحة في هذا كأس العرب إنه الكرة فعليا أخلاق. عندنا مدرب أخلاقه تخجلك، تعرف تخجلك، تخجل قدامه، تخجل، تعرفوا الناس اللي كذا لما يتكلمون تخجل، ما شاء الله عليه. طبعا التصرف اللي شفت فيديو كتير جرح قلبي، انه لما ما سلموا على المدرب، التصرف هذا لا يمثل النشامة بأي شيء، يمثل الشخص نفسه. لأنه أنا شفت النشامة، شفت الأردنيين أصدق قمة في الشهامة، قمة في الرقي، وقمة في الأخلاق. عمري ما شفت فيهم إلا كل خير وكل كرم وكل قول جميل صراحة. فالتصرف هذا يمثل الشخص نفسه، يعني التصرف انك انت ما تسلم على رجل اصلا اكبر منك، يعني مش من سنك اصلا، رجل اكبر منك، مد يده للسلام كده تزبلها راسك مربع كده، لا يعني ما تيجي. بس سبحان الله ربي بيرزق على النوايا. ويا جي واخوتي تسمعوا شنو قال اللاعب اللي ما سلمش على سكيتيوي في الفينال في الحفل التالي. للتوضيح فقط، الموقف اللي حصل مع مدرب المنتخب الوطني المغربي طارق سكيتيوي كان غير مقصود ابدا، وهذا لا يمثل اخلاقنا كاردنيين، ونقدم الاعتذار للكابتن وكل الحب والاحترام والف مبروك. سير اخويا زيد ديك السلام ديالك في يدك، سير حنا راه مرفوض ما تعتذرش، شو كيما لك يدك اخويا على سكيتيوي، خصو تيسلم عليك واقيلا عاد تسمى راجل. سير اخويا يديك راه فيها ريحه اللعيبه، سير رقبتي فيه في الفينال، شي يسلم عليك تلصق فينا الجنابه ديالك. سير راه عبدو ربي هذا، راه جو تابعوا المنتخب الوطني الكبار مور كاس افريقيا عندنا ما يدار، ما تجيوش تحمقونا. راه جينا تبلغنا معاكم في هاد كاس العرب، راه غير جمع سكيتيوي الدراري من البطوله قال لهم يلاه تلعبوا شي تورنوا في قطر، ما قطر قالوا له يلاه مشاو جابوها. ياو مع اللي خسروا نحطوك في الديكاري تبكي على اللي ماضى، ما سلمتيش خويا على سكيتيوي حيت فيك جنابه، حنايا المروك ندروك حيت انت فيك صلابه، يدك بارده صديقي بحال ميت في كندا، انا مغربي عافاكم ما تسروش عليا، تقبنا الاردن امارات وحتى السعوديه، بالرجوله تحياتي الجماهير الجزائريه، رجل الركراكي غيزيد في ديك النيه، زيد النيه. كأس افريقيا سكيتيوي كأس العرب، والله ما رابطور هادشي خرج دابا لايف، ما نعرف هادشي، اسير سلم على امك. لقطة مستفزة يا جماعة، عدم مصافحة لاعبي الأردن للمدرب المغربي بعد المباراة، لقطة مش حلوة أبدا حق لاعبي الأردن. المدرب المغربي بس كان حابب يحيي لاعبي الأردن بعد المباراة. كرة القدم يا جماعة هي احترام متبادل، هي تقبل الخسارة. بالله عليكم يا أهل الأردن، واش هذه أخلاق؟ واش هذه الروح الرياضية؟ شوفوا المدرب ديالنا سكيتيوي كيفاش مد يديه باش يسلم على الكابيتان وعلى المنتخب الأردني، مبغاوش يسلموا عليه للأسف. ولكن الرد ديال سكيتيوي في الاستجواب عجبني بزاف، خليكم معانا. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، والتواضع جميل، من تواضع حقيقة من تواضع لله رفعه، إخلاص في العمل أكيد أن ربي كيوفق. يعني هذه وصفة اللي عبد ربي كيمشي بها، كل ما تلمسه يتحول إلى ذهب. اشرح لي هذه النجاحات على المستوى الشخصي. كتكمل يمكن فكلمة كبيرة هي الاحترام، كذلك حب صادق، رضا الوالدين ورضا الله شيء كبير كبير كذلك. أقولها لنشامة الأردن، شكرا على ما قدمتم، شكرا. لاعبين المنتخب الأردني ما سلموا على مدرب المنتخب المغربي اللي مد لهم يده، يعني أثناء تكريم المنتخب الأردني بالمركز الثاني مدرب المغرب قاعد يحييهم، ولكن في أول اثنين من اللاعبين ما انتبهوا للمدرب، ما انتبهوا. نعم يا جماعة، وأنا كمشجع وما أعرف من هاللعيبة ذولي أو وش تفكيرهم أو إحساسهم، لكن نتأكد أنهم ما كانوا يقصدون هذه الحركة. طبعا في بيان من أحد مصادر المنتخب الأردني أكد أن اللعيبة اثنين اعتذروا للمدرب، وأكدوا أنهم يعني بصراحة وكل أمانة ما كانوا يقصدون الإساءة للمدرب أو تطنيشه أو عدم الاهتمام له، لا بالعكس
انا حاس بالشعور هذا للعيبه الاردنيين بالذات، انهم خساره بطوله، خساره الروح والشغف اللي شفناه عند جميع المنتخب الاردني او الاردن بشكل عام من شعب وحكومه ولعيبه. فطبيعي جدا تشوف اللعيبه هذول منكسرين وما تشوفهم مركزين على اي تفاصيل قريبه منهم بكل امانه. وفي لاعب اخر يعني خلف اللاعب هذا الثاني، في اللاعب ذا كان يحيي اللعيبه مثل ما تشوفون، يعني في بعض اللعيبه يعرفون يركزون بهذه الامور، يعني عارفين يجمعون افكارهم، لكن في لعيبه توهم شباب متحمسين، فخلاص وقت الخساره ما يشوف شيء جنبه، يكون مكسور ويفكر بالاشياء القادمه السلبيه طبعا، انه يكون كيف ما فرح اليوم، كيف ما فاز اليوم، وهذه الاشياء. في لعيبه لا خبره ويسيطرون على هذه الامور، مثل ما تشوفون بعض اللعيبه لا سلموا، ومتاكد ان اللعيبه كلهم ما كانوا يقصدون الاساءه لمدرب المنتخب المغربي، والشعب المغربي اكيد على العين والراس. وهذا المدرب العظيم اللي بكل مباراه انا احب اسمع حديثه ومؤتمراته وكلامه، لانه اول شيء كلام ايجابي متدين، يعطيك تحفيز للقادم، راضي بكل شيء. الله يحفظه ويوفقه ويستر عليه باذن الله تعالى، فله التوفيق خلال الايام الجايه. ويقول لكم له عرض في عروض قادمه للمدرب، لانه مدرب اولمبي مش المدرب الاول للمنتخب المغربي، فممكن نشوف هذا المدرب في افضل المنتخبات الافريقيه او العربيه او العالميه. بصراحه يستحق بكل صراحه. لا ماشي هكا كاع صاحبي خويا الاردني، هذه اللقطه تخلصوها في كوب دي مود من الاخر من عندنا، باسكو مش حنزيدو تلاقاو به. واش دار لك السيد؟ واش دار لك؟ قول لي تشوف هذا لونطرينور، انا اول مره نشوف اونطرينور فيه واحد القبول خاوتي تاع المروك، روحوا شوفوه سبحان الله. في التالي زعما تلعبها مقلق على اللي مديت كوب دي مود ما ترخمتش معاه، اقسم بالله غير تخلصوها غاليه علينا خاوتي المراركه. ما كونوا هانيين، انا بالي بليكم مقلقين وكذا علينا خاوتي. في كوب دي موند تزيدوا تدوا المخبط، ولا غير ديتوا المخبط ديتوها من المروك، تزيدوا تدوها من الجزائر. عرب افريقيا اقوى من عرب اسيا، حبيتوا ولا كرهتوا. وصراحه نهضروا في السيريو ولا غير لقطه غير رياضيه تماما، باسكو اول مبدا في كره القدم هو الاحترام المتبادل بين المنافسين مهما كانت النتيجه، مهما واش يصرى. رانا شفناهم ياك تشوف لي جوار يدابزوا في الاستاد هكذا، بصح كي يخلص الماتش يخمسوا مع بعضهم وكل شيء عادي. هذا يا زعما انا ما نخمسش معاك، دوك ما تخمسش معاه في كوب دي مود، نخمسوا معاك بخمسه ان شاء الله. ليسونسيال طلع الفيديو وان شاء الله يوصل للاردنيين والمراركه. ولقطات اكشف ما غير ما نعرفوا معدن شخصيه الكوتش السكتيوي، ولذلك ربي اعطاه. فوزي قال له هل اردت ان تحرمنا من الكاس يا جمال؟ السلامي في مساكم الله بالخير. لعيبة الأردن، بعض لعيبة الأردن قالوا عنكم منتخب الصدفة، فعلا صدفة. يعني أنا كصانع محتوى أنصفت الكرة الأردنية ودعمناكم وقفنا معاكم، رغم أن بعض جمهوركم أساء للمنتخب السعودي. أنا عندي حول مليون أقدر أطقطق عليك وأخذ محتوى، ولكن تصرف غير حضاري وغير لائق من بعض لعيبة الأردن تجاه المدرب المحترم طارق السكتيوي. كرة القدم خسارة يا أخي، فوز خسارة. طارق السكتيوي يقول الله يعلم ما في القلوب، والحمد لله وبنياتكم على نياتكم ترزقون. البطولة راح ذهبت للمنتخب الذي يستحق البطولة بأمانة. طارق السكتيوي، أقسم بالله يا طارق السكتيوي أن اللي سويته ما زادك إلا رفعة واحترام ومحبة. التواضع حلو، والتواضع من صفات المسلم. تتكبر على ايش؟ انت مين؟ انت المنتخب المغربي؟ انت مين؟ عندك تاريخ في اسيا صفر، في الخليج صفر، في غرب اسيا صفر، اسيا صفر. تبيها شخص راح اشخصنها معاك. نعتذر كعرب اسيا لعرب افريقيا، نعتذر يا السكتيوي من قلب سعودي، والله المعذرة. موسى التعمري قدوة يزن عماد، لكن هذول والله ما اعرفهم، اول مرة اشوفهم في حياتي. فالسكتيوي على عيني وراسي يا السكتيوي، تحية لك يا استاذ طارق.